حقيقة نحن انتهجنا منذ اليوم الأول نهج الحوار مع كافة الأطراف بشكل عام، ولم نغلق الباب أمام أي طرف إن كان. نحن نأمل عن طريق الحوار، عن طريق النقاش كسوريين على طاولة واحدة بوجود كل الفرقاء السوريين. نحن ليس لدينا أي تحفظ على أي فريق بشكل عام. نحن كإدارة ذاتية منذ اليوم الأول نؤمن بالحوار بشكل عام للوصول إلى تحقيق الأهداف، تحقيق حقوق المرأة، تحقيق حقوق المكونات بشكل عام، تأسيس نظام ديمقراطي. هذا النظام الذي سوف يؤسس إلى حياة كريمة وحرة لكل سوري. كان طامحا بأن ينتهي هذا النظام، ولكن النقطة ليس فقط بانتهاء النظام بل بتأسيس مشروع جديد يضمن حقوق الجميع ويضمن العيش الكريم. وهذا ما سنحاول أن نثبته في المرحلة القادمة عن طريق الحوار، ولكن أيضا بوساطة دولية. أيضا الإرادة الدولية يجب أن تساعد الدوليين لكي نصل إلى ما نطمح له كسوريين بشكل عام، وهذا ما نحاول أن نعمله بالفترة القادمة. نحن بابنا مفتوح أمام الجميع، بابنا مفتوح مع دمشق ومع كافة الأطراف في الخارج والداخل لكي نصل إلى المطالب المنشودة التي يطمح بها كل سوري.